إنجازات تنتظر محمد صلاح حال الفوز بأفضل لاعب أفريقي غدا. يحلم الدولي المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول في الحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 خلال حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء الذي تستضيفه مدينة مراكش بعد غد الاثنين. وتواجد صلاح ضمن القائمة النهائية المرشحة للحصول على الجائزة رفقة المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي. ويطمح قائد منتخب الفراعنة للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثالثة بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018. الأهلي يخوض ميرانا خفيفا قبل السفر لخوض كأس العالم للأندية. وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الاثنين إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر الجاري. يتأهب فريق الاتحاد السعودي لخوض مشاركته الجديدة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية. ويشارك اتحاد جدة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الثانية في تاريخه منذ مشاركته الأولى في موسم 2005 الماضي. رحيمي يتألق مع العين أمام اتحاد كلباء. سجل الدولي المغربي سفيان رحيمي السبت هدفا رائعا من ضربة خطأ مباشرة في المباراة التي تعادل فيها العين بصعوبة مع مضيفه اتحاد كلباء بهدفين لمثلهما في المرحلة العاشرة من الدوري الإماراتي. واستغل اتحاد كلباء النقص العددي في صفوف ضيفه فرد بهدفين عن طريق السلوفيني أندريس فومبيرجر والإيطالي دانييل بيسا في الدقيقتين 30 و38. ولعب اتحاد كلباء الشوط الثاني ب10 لاعبين بعد طرد مهدي قايدي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يرد الدولي المغربي سفيان رحيمي بهدف التعادل للعين في الدقيقة 71. وبهذا الهدف رفع الدولي المغربي غلته من الأهداف في الدوري الإماراتي إلى 4 أهداف. كما رفع العين رصيده إلى 19 نقطة، وصار يحتل المركز الثالث مقابل 12 نقطة لاتحاد كلباء الذي أصبح في المركز التاسع. وكان لاعب منتخب باراغواي أليخاندرو روميرو جامارا قد سجل هدفا للعين في الدقيقة 20، لكن بعده ب4 دقائق فقد تعرض زميله البرازيلي جوناتان سانتوس للطرد.